النهارده انا عايزك تتخيل معايا ولو ثواني انك في استاد القاهره، الملعب مليان على اخره، الجماهير كلها واقفه على رجليها، قلوب الجماهير بتدق اسرع من اي وقت، لان الدوري كله متوقف على لمسه لاعب واحد بس قبل ما نوصل للحظه دي لازم اخدكم ونرجع لنقطه البدايه. اللي حصل اليوم ده ما بين الاهلي والاسماعيلي ما كانتش مجرد مباراة كرة قدم، دي كانت حرب اعصاب، لانها كانت واحدة من اعظم المباريات في تاريخ الكرة المصرية في موسم 2001-2002. المباراة الاسماعيلي كان داخلها متصدر للدوري، النادي الاهلي في المركز الثاني، وداخل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، لانه عارف ان اي نتيجة تانية ممكن تؤدي الى ضياع الدوري. الاستاد مليان على اخره، دخان، اعلام، هتافات الجماهير واصواتها تخليك تحس ان الملعب بيتنفس. نيجي للحظه البدايه، صفات الحكم تعلن عن بدايه المباراه، ضغط من الفريقين ومرحله جس النبض لغايه الكوره ما توصل في نص ملعب النادي الاسماعيلي، تتلعب تمريره بينيه طويله يستلمها اللاعب محمد بركات بطريقه ساحره، تحس ان الكوره مربوطه في رجله، ويخش يخترق منطقه جزاء النادي الاهلي ويسددها تحت ايد حارس مرمى النادي الاهلي عشان يسجل الهدف الاول للنادي الاسماعيلي. محمد عبد الله وطويله لاحمد فتحي وهو جول والهدف الاول للنادي الاسماعيلي. الله عليك يا بركات، لعيب كبير. جماهير الاسماعيلي بتنفجر في المدرجات، بركات بيجري وفتح دراعاته، تحس ان هو بيقول الدوري اتحسم. بس كلنا عارفين النادي الاهلي رجع بعديها ضغط بطريقه كبيره جدا وضيع فرص كتير جدا عشان تيجي اللحظه ان الكوره تتلعب خارج منطقه الجزاء للنجم احمد بلال، اللي يستلمها ويلف ويخش منطقه جزاء النادي الاسماعيلي ويسدد الكوره ويسجل هدف التعادل للنادي الاهلي عشان تصبح النتيجه 1-1. هل الإثارة هتنتهي عند كده؟ لا طبعا. بعديها النادي الإسماعيلي يسيطر على المباراة ويبتدي يبادر الأهلي في الهجمات لغاية لما تيجي ضربة حرة للنادي الإسماعيلي من الناحية الشمال، تتلعب كورة أوفر بالمقاس على دماغ اللاعب عمرو فهيم عشان يحطها قوية وتسكن شباك النادي الأهلي عشان الإسماعيلي يتقدم في النتيجة 2-1 في المباراة. النادي الأهلي طبعا كعادته ما بيستسلمش، رجع ضغط تاني في المباراة لغاية لما كورة اتلعبت اوفر على دماغ اللاعب محمد فاروق عشان يحطها قوية في مرمى النادي الاسماعيلي عشان يعلن عن هدف التعادل للنادي الاهلي عشان تصبح النتيجه 2-2 وينتهي الشوط الاول بنتيجه التعادل ما بين الفريقين. هل تفتكروا ان الاثاره انتهت على كده؟ ابدا، احنا كنا مجرد البدايه وده مجرد التسخين عشان نخش الشوط الثاني ونبتدي المباراه بضغط واستحواذ من النادي الاسماعيلي لغايه لما الكوره توصل للاعب عطيه صابر اللي ياخد الكوره من الناحيه اليمين ويخش يخترق منطقه جزاء النادي الاهلي عشان تتم عرقلته وتتحسب ضربة جزاء على النادي الاهلي ويخش يسددها اللاعب اسلام الشاطر عشان الاسماعيلي يتقدم للمره الثالثه بنتيجه 3-2 في المباراه. ومن بعديها النادي الاهلي يبتدي يخش في المباراه تاني ويبتدي يضغط في المباراه لغايه لما توصل الكوره تتلعب باص للنجم احمد بلال داخل منطقه ال 18 عشان يسددها مباشره ويسجل الهدف التعادل والتعادل للنادي الاهلي عشان المباراه تولع وجماهير النادي الاهلي تولع وتحس ان في صدمه حصلت عند جماهير النادي الاسماعيلي وجهازه الفني واللاعبين. قدموا 3 مرات في المباراه والنادي الاهلي رجع وتعادل تاني عشان توصل للاثاره للقمه قرب نهايه المباراه. كوره للنجم حسام غالي ياخدها ويخترق من قلب دفاع النادي الاسماعيلي عشان تتم عرقلته ويتم احتساب ضربه جزاء للنادي الاهلي، يخش يسددها اللاعب علاء ابراهيم ويعلن عن تقدم النادي الاهلي في المباراه بنتيجه 4-3 لاول مره في المباراه. جماهير الاهلي بتهتف وبتصرخ في المدرجات وبيحتفلوا بفوز الفريق في الدقايق الاخيره من المباراه. لو انت فاكر ان قمه الاثاره والجنون انتهت عند كده يبقى انت ما اتفرجتش على المباراه. في الدقيقه الثالثه من وقت بدل الضايع كوره ياخدها اسلام الشاطر ويخش يخترق منطقه الجزاء النادي الاهلي عشان يلعبها عرضيه للنجم ابو جريشه عشان يلعبها باص لزميله اللي يسددها قويه في المقص اليمين للنادي الاهلي عشان نتفاجئ كلنا بالنجم شادي محمد بيطير في الهواء وبيطلع الكوره بالمقص اكنه احسن حارس مرمى في النادي الاهلي.
وفوجئنا بالحكم بيصفر وبيحسب ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع للنادي الاسماعيلي، وبيطرد اللاعب شادي محمد. قمة الإثارة وقمة التوتر في المباراة وفي الاستاد، 90,000 مشجع واقفين على رجليهم، محدش عارف المباراة دي هتنتهي على ايه او ايه اللي هيحصل، عشان يخش النجم عطية صابر بهدوء اعصاب ويخش يسدد ضربة الجزاء عشان تسكن شباك النادي الاهلي، وساعتها توصل النتيجة 4-4، عشان بعديها الحكم يطلق صفارة النهاية بنهاية المباراة. بس الحقيقة ان المباراة ما انتهتش، لان يوميها النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي قدموا لنا واحدة من اعظم قصص الجنون في تاريخ الكرة المصرية. لغاية النهاردة كل الناس فاكرة المباراة وفاكرة احداثها كويس. لو عجبتك القصة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتشير الفيديو مع اصحابك، وتستنى فيديوهاتنا الجديدة مع قصة جديدة. السلام عليكم.